ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، طريقة الرز بلبن واحلى مما تتخيلوا. اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشوفوا معانا المقادير والتفاصيل بالظبط. كيس كريم شانتيه، 4 اكياس فانيليا، كيس نشا، وكوباية رز، وعلبة قشطة، و3 كيلو لبن. النشا اللي هو اللي في كيس ده احلى بكتير. تعالوا ما نشوف هنعمل بقى ايه. اول حاجة هنجيبها الرز، هنغسلها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنحطهم في ميه يتسلقوا على النار. طبعا الميه ما لهاش مقادير معينه، هي كده كده الرز لوحده هيشرب ميه كتير. ونحطهم على النار كده يستووا. وبعد كده هنجيب اللبن وهنحطه في حاجه واسعه، وهنعلق عليه على النار، وبتبقى في نار وسط، بلاش عالية علشان اللبن ما يشيتش. ولو واطي برضو هيشيت، يعني ايه، النار تبقى وسط والحاجة تبقى كبيرة. يعني الحلة تبقى كبيرة علشان خاطر ايه، اللبن بيشيط بسرعة، بيعمل زي طبقة كده لونها بني، بتخلي شكل الرز بلبن وحش. تمام. اهو نفضي بقى الكيس التالت. والله العظيم يا جماعة الطريقة دي تحفة وجميلة جدا واحلى من المحلات بكتير. هنعلق بقى عليها النار زي ما قلت لكم، وهنحطه ايه على نار وسط. ادي هوت اول ما اللبن لسه هيبتدي يفور طفيت عليه، وادي حطيت كوباية ونص سكر. طبعا انا بحب السكر بالنسبة ليا ولاولادي بنحبه دلع شوية. لو انتوا عايزينه مظبوط او عايزينه سكر زيادة شوية يبقى كوبايتين ونص. انا بحط السكر اقل من المظبوط كمان، لان اولادي مش متعودين على السكريات اللي هي السكر العالي قوي. ونقلب كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين اهو. اهم حاجة التقليب. وبعد كده هنجيب كوباية مية، هنحطها في طبق، وهنجيب الكريم الشانتيه. في ناس بيحطوه على اللبن على طول كده، بس هو لو مع اللبن السخن هيكلكع. لو حطيناه على اللبن على طول وغليناه مع بعض برضك اللبن هيقطع. فبصوا احنا هنجيبه كده في كوباية مية، وهنقلب كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة بالراحة، ويستحسن يبقى حاجة اوسع من كده. هنقلب كويس جدا زي ما بقولكم، لو حاجة كانت اوسع من كده يبقى احسن بكتير. انا هفضل اقلب. هجيب بقى علبة القشطة وافضيها معاهم. زي ما انتوا شايفين كده اهو، اي علبة قشطة اي نوع. القشطة ديت بتخليها القوام بتاع الرز بلبن عامل زي الكريمي كده، بيبقى جميل جدا والله تحفة. يعني انا من ساعة ما بعمله بالطريقة دي ما بشتريش خالص رز بلبن جاهز ابدا. اهو اقلب جامد مع بعض. احطهم بقى على اللبن واقلب بالراحة خالص، افضل اقلب كده. تقليب اهم حاجة مستمرة كده. زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى الرز اهو استوى اهو. بصوا المية الكتير اللي انتوا شايفينها، بصي يعني ايه، الرز شرب المية خالص. مش هحطه كل مرة واحدة، لازم احط شوية واقلب، شوية واقلب. اهو. بعد كده يا جماعة هو بصوا جميل جدا والله، هو ابيض زي الفل. هنعلق عليه بقى على النار. بصوا بقى على النار اهو. افضل اقلب كده.
تقليب مستمر كده. جبنا اهوت كوباية مية في طبق اهوت. هنحط 3 معالق نشا كبار. خلي بالكم النشا الاكياس دوت بيبقى مركز جدا غير النشا السايب خالص. 3 معالق كبار اهوت. طبعا لو عايزه الرز بلبن اتقل بزود، انما انا عايزه القوام بتاع الرز بلبن كريمي زي ما هوريكم في الاخر. هقلب برضك. خلوا بالكم لو ما تقلبش كويس جدا هيكلكع في قلب الرز بلبن. اهو زي ما انتوا شايفين هفضل اقلب عشان خاطر ما يكلكعش معايا. وهاجي على حلة بقى رز بلبن انزل. هو مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بنزل واحده واحده وانا بقلب. شايفين طبقه القشطه دي من القشطه ومن الكريم شانتيه. خلوا عامل زي فوم كده. احطه وافضل اقلب. اهم حاجه زي ما قلت لكم التقليب. وانا بحط النشا بالراحه كده. اهو شايفين بيتقل اهو معايا. وبوطي النار بقى على الهادي جدا خالص اهوت. بعد ما سبته حوالي 3-4 دقايق على النار. بصوا انا عايزه اوريكم القوام. شايفين؟ احنا بقى هنجيب بقى ال4 اكياس الفانيليا. هفتح 2 مع بعض 2 مع بعض اهوت. بعد كده افتح الاتنين التانيين اهو. حطيتهم اهو. وعلى فكرة يا جماعة اخر حاجة بتتحط هي الفانيليا. ونقلب كويس جدا عشان يوصل لها كلها. وعايزة اقول لكم الريحة فظيعة، والله العظيم الريحة فظيعة. اصلا بحب ريحة الفانيليا اوي. يعني اوقات بجيب بواكي فانيليا وبشيلهم في البيت. بيعملوا ريحة في المطبخ جميلة اوي. اهو بصوا خلص اهو. هنفضيهم بقى في علب بولات زي ما انتوا عايزين. انا هفضيهم في علب. بصوا عملوا الكمية دي. شايفين؟ وغير علبتين الاولاد كلوها. والله العظيم جميلة جدا. شايفين بيضة زي القشطة. لو جربتها مش هتندموا خالص. بصوا جميلة جدا. وهو بقى بعد ما برد وارتاح خالص. طبعا ما ينفعش نرش عليه اي حاجة غير لما يبرد خالص. اهو بعد ما برد. بصوا شايفين كريمي جميل والله وطعمه تحفة. بصوا القوام. شايفين اهم حاجة اللون. بصوا شايفين لونه زي القشطة اهوت. وقوامه طري جدا. طبعا بتحط عليه بقى مكسرات جوز الهند وزبيب براحتكم. انا الاولاد عندي بيحبوه كده ساده. طبعا لما بقدمه للضيوف برش عليه مكسرات، برش عليه اي حاجه. بس ما برشش عليه وهو سخن. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. باي.